طيب مجهز خطبة بيقولها، قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى. تو بيكمل، فالنبي عليه السلام ينظر إليه يقول له بئس خطيب القوم أنت. ليش يا رسول الله؟ هو ما قال شيء في مشكلة. أعيد لك كلامه، يقول من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى. وين المشكلة؟ قال بئس خطيب القوم أنت، لا تقل من يعصهما وتدخلني أنا وربي في كلمة، قل من يعص الله ورسوله. ليش النبي عليه السلام يدقق في هالأمور؟ لأن يا حبيبي الغالي هذه أمور عقدية. اليوم تدخل الله مع النبي عليه السلام في كلمة، بكرة ندخله في عبادة، وبعدها يصير العالم الآن. قال الله عز وجل، واسمع حبيبي الغالي لهالقضية. الشيخ عبد الله العمودي في الرياض في الجدة موكل بقضايا السحر، ويقول لي إياها بنفسه. يقول كل ما مسكنا ساحر، هو الموكل بقضايا السحر، يقول كل ما مسكنا ساحر في التحقيق يعترف لنا أن الذي علمها السحر واحد في أفريقيا. يقول تعبنا اللي في أفريقيا، كل ما مسكنا ساحر يقول علمني فلان علمني فلان علمني فلان. يقول فلما قلنا وادعي الله عز وجل قلت يا رب أنت طيح فلان في يدي. يقول طبعا هو ما هو في السعودية، الفلان هذا في دولة أفريقية وقاعد يخرج سحرة ويرسلهم. يقول فكلمته بالتلفون وقلت لا أنا فلان من بيت آل فلان ومعروفين بالتجارة، وأنا عندي كل شيء، لكن أموال فيه، قصور فيه، سيارات فيه، لكن أمر من السين لذة هذه كلها أن أبوي وأمي عجزت أني أصالحهم مع بعض، فأنا أبعرض عليك عرض، هذا الحجز في فندق فخم، وهذا تذكرة درجة أولى، وبرسل لك كل شيء في حال الموافقة، بس تحل لي القضية هذه. إيش قال؟ قال الساحر أخليهم في حضن بعض ذين يموتون. قال طيب والله الساحر يشوف القضية جد، الحجز درجة أولى، وجاء السيارة الفخمة تنتظر في المطار، وجابوه في الفندق. فقال للشيخ عبد الله، الشيخ عبد الله ما له لحية، خلق الله عز وجل لحية صغيرة. فقال للشيخ عبد الله جيب لي بخور ومدخنة وثلاث طلبات. الشيخ عبد الله يقول دخلت عليه في الفندق، يقول أخذ جلسني قدامه وأخذ يتمتم والمدخنة قدامه، يقول والله قاعدة تهتز المدخنة، وقفت على ركن واحد. يقول ثم الساحر جاء ودخل يده تحت المدخنة وطلع عمل وقال خذ هذا حطه تحت سرير أمك وأبوك وبتشوف في اليوم كيف يتعانقون. يقول فحطيت الكلبشة في يده، قلت له يا كذاب يا دجال، أنا أبوي ميت من 10 سنوات. وصدق الله عز وجل. قال الله عز وجل ولا يفلح الساحر حيث أتى. الله يقول يا جماعة ما هو للسحرة، يقول للجن. الساحر من وين يجيب معلوماته يا جماعة؟ من الجن. والمشعوذ من وين يجيب؟ من الجن. والكاهن من وين؟ من الجن، يجيبون معلوماتهم. الله عز وجل يقول لك اسمع كلام الجن اللي هم مصدر المعلومات. ما راح أقول لك السحرة التعبانين اللي ما هم فاهمين حاجة، لا، أبى أقول لك مصدر التلقي عندهم الجن. يقولون عن أنفسهم وفي سورة الجن وأنا لا ندري. الجن يقولون إحنا ما ندري، ثم يجي واحد يقرأ القرآن يقول لا والله يدرون. وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض. يقول والله إحنا ما ندري إيش بيصير لك وإيش بيصير لك، بس نقعد نكتب على الكاهن ويقول لك. تجي عند قارئ الفنجال يناظر في الفنجال كذا يقول أنت بتتزوجين. لا يا شيخ كل البنات بتزوجون يعني إلا ما يرحم رب العالمين. أنت والله الظاهر بيجيك مصيبة وكل العالم يجيهم مصائب. يقول والله صادق. الله يقول لمصادر الكهنة يقول أنهم يقولون وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. تكفون نفهم القرآن، نفهم حقائق السحرة، والله يطفرون ولا عاد يلقون لهم ريال ولا درهم ولا دينار. سليمان عليه السلام كم قعد؟ 100 سنة قاعد، 100 سنة قلبه واقف من 100 سنة وقاعد كذا ومفتح عيونه وينظر. الجن قاعدين يشتغلون أعمال شاقة سماها الله مهين، عذاب فيه إهانة. فقاعد 100 سنة الله عز وجل وقفه
على العصا وقاعد يطالع فيهم وشغالين ساعة ورا ساعة ويوم، وخلص الليل والنهار وخلص الأسبوع والشهر، ودارت 100 سنة. طيب لو الجن يعلمون كان واحد دخل بس طالع قلبه واقف، ما في، الدماء متجلطة كلها والمخ واقف. يقول الله عز وجل: ما دلهم على موته، مو السحرة التعبانين، هذا الجن مصادرهم. ما دلهم على موته إلا دابة الأرض. أرسل الله دابة في الأرض قاعدة تحفر فيها العصا وتأكل منها العصا، تأكل من سأته. فلما خر بعد 100 سنة طاح سليمان قدامهم، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. سبحان الله. هذول الجن يا جماعة علمك الله أنهم ما هم فاهمين شيء. فحبيبي الغالي لو تتبين لك القضية، الساحر هذا والله يا جماعة تعبان، لو يقدر هو يسوي شيء كان يا أخي بدل ما تعطل نفسك وتنشغل عن أهلك وتقعد تشوف الناس وتتلقى الجمهور عشان تأخذ من هذا 100 ومن هذا 50 ومن هذه 1000، يا أخي اسحر لك 50 مليون وخلك أجر واحد. بس وين عقولنا يا جماعة؟ السحرة علمك الله إيش يبغون، طفرانين ما عندهم شيء. قال الله عز وجل أن السحرة أول ما جاءوا عند فرعون قالوا: إن لنا لأجرا، تعطينا فلوس؟ طفارة يطرون منكم مني، ولا والله ما عنده شيء. الله يقول لك: ولا يفلح الساحر. فيا جماعة العقيدة قاعد تتزعزع. تعال حبيبي الغالي، كنت في طائرة وجنبي رجل أوروبي، الشاهد أني كنت في الطائرة ومعي مصحف في جيبي، وهذا الرجل جالس يقرأ يا جماعة والله العظيم بهالطريقة، يقرأ والمضيفة تجيب له الكأس الماء ما يطالعها، كتاب مع كتاب الظاهر 800 صفحة ما أدري كم، رواية كلها تفاهات كلام بشر، وقاعد يقرأ وتعطيه المضيفة ما يلتفت عليها، يشرب وهو قاعد يطالع ما يبغى يضيع ولا لحظة. المهم كنت أنا ماسك الكتاب ما قاعد وشفت القرآن في جيبي، قلت سبحان الله، شفت تركيزه على كلام تافه. إحنا ما نركز على كلام رب العالمين بهالطريقة، تلقى الواحد يقرأ صح ماشيين. تعال شوف لو ركزت. المهم فتحت الكتاب وسمعت أو قرأت آية في حياتي والله يا جماعة ما أنا حافظها، والله حافظها، بس أول مرة ألمسها هنا يا جماعة. أدبتني هالآية أقسم بالله، حتى سفرتي هذه والله سفرتي هذه من ثمار تلك الآية بعد الله عز وجل. إيش الآية؟ آية تؤدب. يقول الله عز وجل، وتكفى خلي قلبك معي شوي: وتفقد الطير سليمان، ويا جمال أجملها القرآن كأنه يوريك بالصوت والصورة. وتفقد الطير، خلص وحشر لسليمان جنود من الإنس والجن والطير، الوحوش كلهم تفقد، ثم راح لجهة الطيور بدأ يتفقدهم، ثم ناظر فقال: ما لي لا